السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في مطبخ سهل وبسيط مع وفاتي. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا مسمنه في الفران مورقه بالزبده والسكر، كتجي رطبه وهشيشه. وكالعاده الا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي لايك وتشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وتشاركوا معايا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير ديال العجين، عندي هنايا 3 الكيسان ديال العنبه ديال الفورس او دقيق الابيض، عندي كاس ديال الفينو، عندي ماء دافئ باش نعجن، عندي 2 معالق كبار ديال زيت المائده، زيت نباتيه، عندي معلقه ديال سكر سنيده، ملح حسب الذوق، خميره خميره ديال العجينه. انا استعملت حبيبات، اللي عنده المعجونه ديك الخميره الاخرى يستعملها. عندي معلقه صغيره، وعندي ساشي ديال الفاني وساشي ديال الخميره. غادي نبداو على بركه الله. غادي نضيف سنيده، خميره معجونه، ملح حسب الذوق، جوج معالق ديال الزيت نباتيه، ساشي ديال الخميره، فاني صافي. وغادي نجمعوا هادشي كله بماء دافئ. ما نجريوش العجينه بزاف، ما تكونش قاصحه وما تكونش جاريه. غادي نديروا لها بحال عجينه المسمن. ممكن اللي عندهم العجانه يستعملوا العجانه، كتسهل شويه القضيه. العجينه ديالي من بعد ما دلكتها، هانتوما كتشوفوا كيفاش كتكون الشكل ديالها، كندلكوها مزيان. غادي نقسمها على 10 تاع الكريسات، عندنا بواحد شويه د الزيت، غادي نقسمها على 10. صافي غادي نكورهم نشكلهم، وغادي نغطيهم ونخليهم يرتاحوا واحد شويه، واحد 10 دقائق ولا بين ما تلقوا ليا، ونتلاقاو ان شاء الله. باش الكويرات ديالي من بعد ما ارتاحوا، هذا هو الشكل ديالهم. انا غطيتهم هنا بلاستيكه وخليتهم حتى ارتاحوا، وديتهم 10 دقائق تقريبا. دابا غادي ندوزو باش نورقوهم. غادي نورقهم بالزبده. الزبده عندي هنايا زبده حيوانيه من اصل حيواني. غادي نضيف عليها النشا، معلقه كبيره ديال النشا. عندي تقريبا 125 غرام ديال الزبده، غادي نضيف عليها معلقه كبيره ديال النشا، وغادي نبقى نخلط حتى تمتزج ليا مزيان. وعندي هنايا سكر سنيده، باش غادي نوليو باش نستعمل السميده ولا الفينو غادي نستعمل سنيده. وعندي زيت نباتيه اللي غادي تساعدني في التوراق. نبداو ان شاء الله نورقو. غنديرو شويه في مكان العمل شويه الزيت صافي. وغادي نبدا نورق الكريسات ديالي وحده بوحده
حطيتوها القوليه مزيان. تكون رقيقه، نحاولوا نرققوها مزيان، لان كل ما رققناها كل ما كتجينا المسمنه ديالنا الكبيره مورقه من الداخل، ما تجيش معجنه. نرققوها من الجناب مزيان. دابا غادي ناخذوا هذيك الزبده اللي خلطت مع النشا. ممكن تستعملوا زبده نباتيه، الا ما بغيتوش تستعملوا هذه الاصل الحيواني، تستعملوا النباتيه. غادي ندهن هذا الخليط بحال هكا فوق وجه المسمنه. غادي نعمل سنيده سكر صافي، وغادي نطوي المسمنه على 4 بحال اللي بغينا نطويو اي مسمنه عاديه. شويه سنيده مع السكر. صافي طويناها على شكل مسمنه عاديه مربعه. غادي نحتفظ بها جانبا. غادي ندوز للقرصه الثانيه. غادي نطلقها مزيان. ندير لها خليط الزبده مع النشا، دهنها به مزيان من الفوق هكا. نرش عليها سنيده، وغادي نوضع فوقها القرصه الاولى اللي درت ديال المسمنه الاولى، وغادي نطوي الاطراف بحال هكا. صافي وغادي نطوي. غادي نستمر بحال هكا تنهي الكريسات ديالي كاملين ب10، ومن بعد نتلاقاو باش نشوفوا شنو هي الخطوه اللي غادي نديرو من بعد. المسمنه ديالي من بعد ما كملتها هذا هو الشكل اللي كنتحصل عليه. غادي نخليها ترتاح، غادي نغطيها ببلاستيك غذائي ونخليها حتى ترتاح باش تجيني سهله في الطلق. فاش نبغي نطلقها غادي نطلقها ان شاء الله. فلاطه مدهونه بالزيت غادي نحاول نطلق المسمنه ديالي غير بشويه بشويه حتى نطلقها مزيان. المسمنه ديالنا من بعد ما قرصتها هذا هو الشكل ديالها. دابا غادي نغطيها وغادي نخليها حتى تخمر تماما. غادي نغطيها نخليها تخمر ويضاعف الحجم ديالها عاد باش غادي ندخلها للفران. بعد ما دهنتها غادي ندخلها للفران يكون سخون مزيان. غادي نشعل عليها العافيه من التحت تتبان لي انها تحمرات وتنفخت شويه وتحمرات ليا من الجناب. غنشعل عليها باش تكمل التحمر ديالها من الفوق ونتلاقاو باش نشوفوا شكلها النهائي. المسمنه ديالي من بعد ما خرجتها من الفران دهنتها بالعسل ورشيت عليها شويه ديال اللوز مهرمش. نتوما ممكن دهنوها بالكونفيتير وترشوا عليها كاوكاو اولا كوك اللي بغيتو. قطعتها قطع صغيره كتجي هشيشه وبنينه ورائعه المذاق. سورتو داك التوراق اللي فيها الداخل ديال السنيده والزبده، سورتو الا كانت زبده حيوانيه كتجي بنينه بزاف. البنات كنتمنى ان الوصفه تعجبكم وتجربوها وتخليوا لي رايكم في التعليقات. شكرا على المشاهده والى فيديو اخر ان شاء الله.